قعدوا الشيرات يقضوا يخدموا في صوالحهم. قالوا الملح كمل. قالت روح جيب لنا الملح من الحانوت. كي جا خويا خارج وصاته اختي على الشيكوله. هذيك الليله ما وصت خالي، قالت له كي تبغي ترقد الباب الصغير والكراج والباب الفوق تاع السطح بلعهم بالمفتاح وخبي المفاتيح عندك، ما تخليهمش محطوطين في الدار. ووصت مرت خالي وبنات خالي، وصت خويا، وصتني انا. قالت لنا كاع اللي يشوفها تحركت ولا ناضت في الليل يتبعها ويشوفها شا غادي دير. المهم الغدوه ناضوا قعدوا يقضوا في صوالحهم كيما العاده. قالوا خاص الملح. مرت خالي قالت له روح ولدي جيب لنا الملح من الحانوت. كي جا خارج قالت له اختي ما تنساش الشيكوله هذيك المكوره. جا خويا عند امه قالها رسلوني بنات خالي نشري الملح، واختي تاني قالت لي جيب لي الشيكوله. قالت له هاك هاد الورقه خبيها واعطيها لمول الحانوت وقول له رسلتها لك اختي اللي حكموها العسكر وجابوها من الجبل. وكي ترجع قالت له ما تقول والو لاختك. قالها لا ما نقولهاش. راح خويا شرى داك الملح، شرى الشيكوله ومد الورقه لمول الحانوت. قال له غدوه الصباح رجع عندي نرجع لك الخبر. جا خويا حط لهم صوالحهم وحط لاختي ديك الشيكوله ودخل عند امه. قالها مول الحانوت قال لي غدوه الصباح رواح نرجع لك الخبر. قالت له ما صح، مهم ما تهدرش وما تقولش. الشيكوله اللي كانت اختي كل خطره ترسل عليها. علاش زعما؟ اختي هذاك الوقت كانت تتوحم ورجعت وما قالتش لصحاب الدار راني نتوحم. وكي طلع حابه تزوجت مع هذاك المعلم اللي كان يخطبها وبا كان يرفضه، وكانت عايشه معاه في الجبل بهذاك الزواج المزور نتاعهم. وحلات لها العيشه وما بغاتش وما عجبهاش الحال كي حكمها العسكر وجابوها. على هادي قعدت غي ساهيه غي كارها غي تبكي. وصحاب الدار امها ومرت خالي وبناتها وخالي وحتى احنا خاوتها حاسبينها راهي متاثره كي طلعت للجبل في هذيك الظروف. الوحم احنا ما استخبرناش عليه حتى طفرت وحتى فات الحال. الغدوه الصباح خويا راح رسلته امه قالت له دير روحك راك برا وروح عند مول الحانوت. راح جاي يجري عند امه جاب لها هذيك الورقه. كي دخلت قالت لي روحي عبد قولتي راه خوك جاب لي ورقه من عند مول الحانوت. قلت لها ما نقراها لكش. قالت لي ما بغيتش نخلي خوك صغير يقرا. قلت حتى تجي انت كاتبين الهرف دي كابتك وروحي للحمام، وقبل ما تدخلي للحمام ادخلي عند مول الحانوت يدخلك في السكنه تاعه عند مرته وولاده ويعلمنا احنا نجو ندوك. قلت لها ما هاد الورقه يليق هي تقراها ما تقديش. قلت لها انت تقولي لها روحي للحمام وهاش ديري. قلت لها ديجا هي راهي مخبيه علينا. هما قالت لي وكي نديرو؟ قلت لها عاودي رجعي عيطي لخويا واعطيه الورقه وقولي له هاك كنت فايت على مول الحانوت عيط لي ومدها لي. دار خويا كيما قلنا له جاي يجري. قالها شوفي اختي غير فت انا وصحابي على مول الحانوت عيط لي وقال لي عطي لاختك هذه الورقه. قراتها اختي قالت لها هي صح روح. راح خويا وحنا قعدنا نورمال ما بينا لها والو بصح عاسين التحركات تاعها. في الليل كي بغينا نرقدو وقفت على راس امه. قلت لها امه باغي نروح للحمام. قالت لها امه ها صحه روحي غدوه نروحوا معاك للحمام. قلت لها لا ما باغيش تحمو نروحي. امه قالت لها انا ثاني نحمم راني حاسه بكتافي راه فيهم البرد. قالت لمرت خالي غدوه انت ثاني روحي معنا للحمام. قالت لها زعما نروح. امه خزرت فيها. مرت خالي فهمت قالت لها ان شاء الله نروح. خبروا خالي قال لهم خالي ما كاش مشكل انا نخرج الصباح بكري نخبر جدارميه ونخبرهم على الورقه وعلى مول الحانوت وانتم روحوا حموا عادي. ناضوا الصباح تقهووا وراحت امه ومرت خالي وداو اختي. كي جات في المروح ما لقاتش كي دير خرجت انا معاهم. خالي قال لي كي تدوها ما تخلوهاش بالخرجه تروح لمول الحانوت يليق توصل للحمام وحتى كي تجي راجعه دير الخطه تاعها على الاقل نكون خبرت جدارميه وقلت لهم شكاين. قلت لهم انا نفوت معاكم هاتوا تشو دوك الكابا نرفدها عليكم. اختي قالت لي انا نرفد. انا قلت لها روحي خليني نرفد انا الكابا غير روحوا حكموا الطريق. قعدت موراهم وهي تمشي مع امه وتمشي مع مرت خالي. صاي ما لقاتش كي دير في المروح باش تسكيفي عند مول الحانوت. كملت الطريق حتى للحمام. دخلوا قعدوا يحموا وداك الحمام حامي. قعدت اختي غير تغسل وتعاود تستنى في امه ومرت خالي حتى يكملوا
ويخرجوا، عاد تخرج